السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البسبوسة أو الهريسة أو أي مسمى انتوا حابين تسموه بيها، المهم إن الطريقة دي طريقة حلوة أوي أوي، بتمنى إن هي فعلا تفيدكم. ونسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. الطريقة دي طريقة من مليون طريقة للبسبوسة، بس الطريقة لما تثبت معاكي وتبقى حلوة البدي فيها بمعنى أصح. وبمعنى أصح البسبوسة كل مرة بتطلع أطعم من المرة اللي قبلها. في الطرق في بسبوسة عادية، وفي بسبوسة بجوز الهند، وفي بسبوسة بالبيكنج باودر، في بسبوسة من غير بيكنج باودر، في بسبوسة بالبيض، في بسبوسة عادي، في بسبوسة بالزيت، في بسبوسة بالسمنة بالزبدة. لأ طبعا البسبوسة بالزبدة لأ طبعا تحفة. الطريقة دي تحفة بالظبط زي البسبوسة بتاعت الأسواق المصرية أو المحلات بالظبط. فعلا بسبوسة طعمها جميل قوي، وشاربة سكرها مظبوط. بتمنى الوصفة تعجبكم، متنسوش لو أول مرة بتشوفونا تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة، حاجات مضمونة وهتفيدكم بإذن الله. أول حاجة لازم أعاير المقدار لازم أعايره. معايا هنا نص كيلو من السميد يعني 3 كوبايات ونص. بجيب بقى الصينية، انت عايزاها فيها تخن شوية سمك، عايزاها تبقى راق كده خفيفة، انت اللي بتتحكمي على حسب الصينية بتاعتك. كل ما تبقى الصواني ألمونيوم كل ما بتديكي نتيجة حلوة قوي في الكيك، في البسبوسة بتحمر القعر من تحت بيبقى حلو قوي. انا هنا بعمل ايه؟ بحط صباعي بشوف المقدار دوت، هل هتبقى المرتفع ولا المقدار ده هيبقى مرتفع، يعني البسبوسة نفسها هتبقى مرتفعة مش هتبقى طبقة رقيقة كده، لا. اول حاجة بنزل بقى 3 كوبايات ونص اللي هم نص كيلو دقيق سميد، ده دقيق سميد ناعم، نص كيلو ب10 جنيه عند اي عطار. بحط عليه بقى ايه؟ معلقة صغيرة من البيكنج باودر. انا الطريقة اللي انا عاملها دي طريقة فيها بيكنج باودر، معلقة صغيرة من البيكنج باودر. واحط عليه كمان ايه؟ نص كوباية من جوز الهند. الصراحة الطريقة دي انا بعشقها. جوز الهند مع السميد او البسبوسة الصراحة بيديله طعم حلو قوي. تقدري تستغني عنها؟ تقدري تستغني عنها، مفيش اي مشكلة خالص. تقدري تحطي هنا كمان فانيليا، انا محطتش فانيليا خالص. وذرة صغيرة قوي من الملح. بحط سكر ناعم. ضروري قوي ان انتي بتحطي في المكونات يكون السكر ناعم، كوباية من السكر الناعم. ما ينفعش السكر اللي هو الحبيبات التخينة بتاعت مثلا سكر التومين، لا، في سكر التومين او الحبيبات التخينة دي اعملي بيها الشربات، لكن في الخليط لا. معايا هنا نص كوباية من السمنة، اي نوع سمنة انت كده هتطعميها. نص كوباية من الزيت، نص كوباية من السمنة، المهم ان هما 100 جرام. المقدار ده خد 125 جرام، يعني نص كوباية بالظبط من الكوبايات اللي هي المجات. معايا بقى كوباية من اللبن، دي كوباية من اللبن دافي مش سخن ولا بارد. هحط عليها معلقة من عسل النحل او معلقة من عسل الجلوكوز، ده اختياري برضو مش هيأثر ولا اي حاجة، بس يربط، يعمل عملية ربط. بعد ما دخلت السمنة في البسبوسة او الزيت في البسبوسة وبسبسته كده خالص، ببدأ بقى ان انا انزل اللبن وبخلط بس خلطة صغيرة، يعني انت باين ان هي خلطة كتير لكن لا. نيجي بقى لدهن الصينية، انا دهنت هنا طحينة وطلعت تحفة من تحت ومحمرة وجميلة قوي. دهن الطحينة من تحت، مفيش طحينة ادهني سمنة عادي، ادهني زيت عادي مش فارقة. وبعدين حطيت الخليط كله وقسمته، عايزة تحطي مكسرات حطي، عايزة تحطي اي حاجة حطيها، ليكوا حرية الاختيار. خلاص. بالنسبة للشربات بقى، انا حطيت هنا 2 كوبايات من السكر، عليهم 3 كوبايات من المية، وليمونة كاملة وزي ما هي بقشرها كده. حطيتهم على النار يا دوبك بس 10 دقايق، يعني ما كملوش 10 دقايق، 5 دقايق غليوا. طفيت عليهم، ده كده شربات بارد. حطيت عليه هنا معلقة من العسل الاسود او معلقة من دبس التمر او معلقة من العسل. لو عايزاها لون اكتر من كده، اول ما طلعت خالص رحت منزلة عليها، يعني طلعت من الفرن اهي، نزلت عليها الشربات وهو بارد. تمام كده.
وبعمل بكده بعمل ايه، بسيب بقى كل المقدار ده تتشربه. دي في صينية وسط، لو صينية كبيرة نفس المقدار برضو، بس مش هتديكي رق كبيرة شوية. والبيكنج باودر على فكرة مش مخليها كيكة ولا اي حاجة ولا نافخ ولا لا، ده بالعكس مظبطها جدا. هغطيها بقى وادخلها تاني الفرن وهي متغطية بالاسترتش. تمام كده.